بعد ذلك إذا نزلت أي آية أي حكم مهما تتخيله يندرج مباشرة ويستسلم مباشرة مع كتاب الله، يسارع في تطبيق حكم الله عز وجل مهما كان الأمر. يعني لو الأمر أنت شايفه لم يكن عندهم أصعب من ترك الخمر، وإذا جاء الخمر جاء فيها تدريجي. النبي قال إن الله عز وجل يعرض بها إنه كانوا يشربون الخمر ليل نهار، والنبي قال إن ربنا بيعرض بها من كان عندهم شيء فليبيعه. ومع ذلك تخيل هم يشربوا الخمر في كل وقت، مباح الآن مباح، ولكن تنزل الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إلى آخر الآية فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقالوا انتهينا ربنا انتهينا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله. فهذه الآيات نزلت وهم يشربون الخمر. شوفوا الخمر، أنس بن مالك يقول كنت أصب الخمر لأبي طلحة وأصحاب أبي طلحة وهم يشربون والكؤوس على أفواههم، فلما نزلت الآيات ألقوها وقالوا انتهينا ربنا انتهينا. ما تخيلش إن في واحد قال حتى أكمل الكاس، أكمل ما في فمي، أنتهي من هذا الشراب وأتوقف من الآن. شوف الحتة دي. وتعال واحد السجاير حرام يقول لك من أول الشهر هبطل، من أول رمضان هبطل، بعد ما حج هبطل، إما أروح الكعبة هبطل. والله ما هو مبطل، والله ما هو مبطل. واحد قال لي رحت قدام الكعبة كده وخارج مع الحرم يشرب. لا، أنت هتقعد تقول بقى بكرة وبعده. الآية نزلت فالاستجابة مباشرة. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا. توقفوا في الحال وألقوا الخمور في الشوارع وفي الطرقات وسكبوها. شوف كده الحديث اللي في مسلم ده، جاء رجل الى رسول الله براوية خمر، راوية قربة فيها خمر، هدية، ما كانش عارف ان الحكم حرام، شيء القربة وجاء فوضعها امام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جئتك بهدية يا رسول الله، جايب لك هدية ما كانت لسه حلال، فحطها قدام النبي وضعها، فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم شربها، الخمر حرام، ما بلغوش الحكم الان. فكان معه رجل فسارره بشيء وشوشه، أتى بيقول له باعها الواحد من اليهود اللي في المدينة ولا بتاع، فسارره بشيء، فقال له النبي بما ساررته؟ بتقول له بتوشوش، تقول له ايه؟ قال قلت بيعها يا رسول الله. قال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. القربة دي بتبقى لها فيونكة من فوق، ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، هي معمولة فيونكة كده. قال له إن الذي حرم شربها حرم بيعها. أنا أعمل لك قامت مفرغة على الأرض على الطول. خلاص ممكن أنا بقى إيه؟ ينفعش أبيعها لليهود يا رسول الله؟ طب نبيعها لليهود وندي ثمنها في الجامع؟ طب ندي ثمنها للعيال الأيتام؟ طب يا رسول الله ما مش هم بيشربوا الخمر الجماعة اليهود دول ما زالوا يشربونها؟ لا، الاستجابة المباشرة، العمل بالقرآن الكريم، أنك يأتيك الحكم فتستجيب مباشرة. أبو طلحة كان يعمل لخمر، يتاجر لخمر لأيتام. تعال نتكلم كده الكلام اللي بنسمعه ساعات في بعض الحلقات اللي بيقعدوا يجادلوا في الكتاب والسنة كده. وتعال شوف، جاء أبو طلحة إلى رسول الله قال يا رسول الله إني عندي خمر لأيتام، عندي خمر لأيتام. قبل ما أكمل الحديث عايز أقول لك الخمر عبارة عن إيه؟ عن نبيذ اللي هو تمر بتحطه في المية وتحط عليه مثلا حاجة تانية، زي مثلا لو تحط عنب حاجة وتسيبه لما يفسد يغلي ويطلع لفوق ويعمل رغاوي ويبقى يلسع ويفسد، فعند ذلك يبدأ يفسد، وكلما غلى واشتد زاد سكره. هي ده الخمر. خلاص الخمرة دي هي كده، بعد ما تفسد وتبقى خمر تقوم تفسد تاني تبقى خل. تفسد أول تبقى خمر، تفسد تاني تبقى إيه؟ خل. لما تبقى خل تبقى طاهرة وحلال وتتاكل وعادي. ده كانوا ده بالنسبة لهم زي عندنا كده المش، لما تغمس بالمش كده هي الخمر كان كده، بس ما تفسد إيه؟ بنفسها. خلاص مش المقصود ان انا عايز اوصل لشيء معين، ان هي لما تفسد تبقى ايه؟ خل. الخل ده ايه؟ بتاكل وبتباع حتى في عهد النبي عادي جدا. فابو طلحه قال له يا رسول الله انا عندي خمر لايتام افاخللها لهم؟ بدل ما نرمي مثلا ب1000 دينار
أو بأي مبلغ من المال هذه الخمور، وهؤلاء أيتام فقراء ضعفاء، شوية ملح أرموهم فيها تبقى خل، وبيعها بنص الثمن ونستفيد. فقال النبي لا هو حرام، فألقاه. هنجادل؟ هنقعد نقول لا؟ وأصل دول عيال فقراء وضعفاء، طب ما الخل حلال، طب ما احنا نعملها خل، طب ما احنا بنشتري الخل، العيال ده هتاكل منين؟ هتعيش ازاي؟ مين هيربيهم؟ ده كل ده رأس مالهم، طب مين هيجوزهم؟ طب الأسئلة كتير، المجادلة كتير، لكن قال لا هو حرام، فألقى هذه الخمور، مع أن لو خللها لصارت خلا، لكن يبقى له ما تخلل. وده مذهب جمهور العلماء، لا يجوز تخليل الخمر ولو خللت، لا يجوز ذلك ويأسم فاعلها. ليه؟ لأنه ما عندهم التخليل ده حرام، عشان الحديث اللي أنا ذكرته الآن. تخيل الاستجابة السريعة جدا لأوامر الله سبحانه وتعالى. لكن أنا لما يأتيني الحكم وأجادل، هذا لا يريد أن يستجيب لأمر الله عز وجل. عارف الحجاب؟ أنت النهاردة بتتعب قد إيه عشان تتكلم عن الحجاب؟ أنا عايز أصرخ بأعلى صوتي على لباس النساء اللي أنا شايفه. عايز أقول ليه اللي إحنا وصلنا له ده؟ عايز أقول للبنت أنت ماشية كده ليه؟ عايز أقول للأب أنت سايب بنتك كده ليه؟ عايز أقول للأم أنت مش شايفة بنتك؟ يعني أنا لما أوصل إن أنتوا العورات تظهر بكل طريقة، وكأنك تتفننين في إظهار العورات، ونقعد نقول لكم الحجاب، نجادل 2 و3 و4، صغيرة إما تتخطب، شابة لسه هو ما فيش فيها حاجة، والبنطلون مش حرام، يعني ده ما تخرج من الجامعة، أصل زمايلها، أصل الحجاب ده بيخنقها، أصل ما ينفعش. خد بالك أنا ما بتكلمش عن النقاب، أنا ما بتكلمش على إيه؟ النقاب، أنا بتكلم عن الحجاب اللي